ارتكاب جنحة تزوير شهادة المراقبة التقنية الدورية غادي نتعرض لي حجز المركبة. الجواب واحد. غرامة مالية. الجواب جوج. خصم النقاط. الجواب ثلاثة. مصادرة المركبة من طرف الدولة. الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو واحد وجوج وربعة. ملي كتزور شي وثيقة رسمية ديال الطوموبيل بحال شهادة الفحص التقني الفيزيت تكنيك، فراك ارتكبتي جنحة التزوير، وهذا الشيء كيعرضك لعقوبات قاصحة. أول حاجة، حجز المركبة، يعني الطوموبيل ديالك كتمشي للفوريان. تاني حاجة، غرامة مالية اللي القيمة ديالها كتقدر توصل ما بين 2000 حتى ل 5000 درهم على حسب نوع التزوير. وثالث حاجة هي مصادرة المركبة من طرف الدولة. وباش نفهموا هاد الكلمة، المصادرة كتعني السيزي. سيزي يعني إلا ما جيتيش بديك الطوموبيل في الوقت اللي عاطينك، ولا ما خلصتيش الغرامات اللي عليك، الدولة كتحجز على الطوموبيل بصفة نهائية. الجواب الصحيح هو واحد وجوج وربعة. هاد الصورة كتدل على وجود ملتقى طرق. الجواب واحد. منعرج. الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم واحد. هاد الصوية اللي كتشوفوا قدامكم، الشريط الأحمر جا في الوسط ديالها، والقاعدة واضحة وما خصكمش تلفوا فيها. ملي كيكون اللون الأحمر في الوسط كتعني كاين ملتقى طرق. أما كون كان داك اللون الأحمر في الراس ديالها من الفوق، تما عاد كنقولوا باللي كاين منعرج فيراج. إذا مادام هاد الصوية مصبوغة من الوسط، فهي كتعلمنا على ملتقى طرق. من الممكن نخلص الغرامة للعون محرر المحضر بالفلوس. الجواب واحد. بشيك بنكي باسم صاحب المخالفة. الجواب جوج. بشيك بنكي باسم أحد الراكبين. الجواب ثلاثة. الجواب الصحيح هو رقم واحد وجوج. إلا ارتكبتي مخالفة، راه مسموح لك تخلص الغرامة للعون في البلاصة. تقدر تخلصها كاش يعني بالفلوس، ولا تخلصها بشيك بنكي. ولكن الشرط هو أن الشيك خاصو يكون في سميتك انت، يعني في سميت صاحب المخالفة اللي دار الذنب. أما باش تعطي الشيك في سميت شي حد آخر راكب معاك، فراه ما مقبولش نهائيا. عدم احترام ممر الراجلين كي تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية. الجواب واحد. الدرجة الثالثة. الجواب جوج. واش غادي نتعرض لخصم النقاط؟ نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو واحد وربعة. عدم احترام ممر الراجلين راه كيتصنف مخالفة من الدرجة الثانية. وبالنسبة للنقاط، ردوا البال هنايا حيتاش بزاف كيغلطوا فيها. هاد المخالفة ما فيهاش خصم النقاط. وخا تلقاو بعض المرات أخطاء في التطبيقات، القاعدة القانونية واضحة. كتخلص الغرامة حيت ما احترمتيش الراجلين، ولكن رصيد النقاط ديالك ما كيتقاسش. إذن مخالفة من الدرجة الثانية وما كاينش خصم النقاط. الجواب الصحيح واحد وربعة. مسموح لي نقوم بالوقوف والتوقف قبل من العلامة؟ نعم. الجواب واحد. لا. الجواب جوج. من بعد العلامة؟ نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب ربعة.
الجواب الصحيح هو رقم 2 و4. هاد العلامة اللي على شكل إكس كتعني ممنوع الوقوف والتوقف بجوج، ولكن ركزوا مزيان مع دوك الأسهم اللي في اللافتة التكميلية اللي لتحت. إلا كان السهم كيشوف غير الفوق كيكون المنع من بعد العلامة، وإلا كان السهم كيشوف غير لتحت كيكون المنع قبل العلامة. ولكن هنا عندنا جوج أسهم، واحد طالع وواحد هابط. هادشي كيعني أن المنع كيطبق قبل العلامة ومن بعد العلامة في دقة واحدة. داكشي علاش فاش كيسولنا واش مسموح ليا نوقف ولا نتوقف قبل العلامة كنقولوا لا، الجواب 2، ومن بعد العلامة حتى هي كنقولوا لا، الجواب 4. نشعل مؤشر التجاوز الآن باش نتجاوز هاد العربة. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 2. من خلال الصورة كنلاحظوا باللي هاد الطريق ذات اتجاه واحد، كتدي وما كتجيبش، ولكن العرض ديال الطريق ما كافيش باش نتجاوز هاد العربة اللي قدامي. وبما أن التجاوز هنا غير ممكن، فراه ما كاينلاش نشعل مؤشر تغيير الاتجاه، السينيال. السينيال إلا استعملتيه وانت ما غاديش تدوبل كيشوش وكيديرونجي السائق اللي وراك في السياقة ديالو. كنستعملوا السينيال غير ملي كيكون مسموح لينا ندوبلو ويكون عندنا المجال الكافي. يمكن لي نجر مقطورة الوزن ديالها الأقصى 200 كيلوغرام، الجواب 1. 500 كيلوغرام، الجواب 2. 750 كيلوغرام، الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 3. برخصة السياقة من صنف بي يعني بيرمي طونوبيل، مسموح لي نجر مقطورة اللي الوزن ديالها كيوصل حتى ل 750 كيلوغرام كحد أقصى. إلا تعدات هاد المقطورة 750 كيلوغرام تما ما بقاش كافيني البيرمي العادي، وكيولي واجب عليا تكون عندي رخصة سياقة من صنف او بي. وزيادة على هادشي، المقطورة اللي كتفوت 750 كيلوغرام خاص تكون عندها بطاقة رمادية يعني كارت غريز ديالها بوحدها. إذن أقصى وزن مسموح لي نجرو بالبيرمي بي هو 750 كيلوغرام. ممنوع المرور على الدراجات الهوائية، الجواب 1. الدراجات ذات محرك، الجواب 2. الدراجات النارية، الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 1. هاد العلامة اللي كتشوفوا قدامكم فيها بيكالة، يعني دراجة هوائية. إذا المنع كيطبق فقط على الدراجات الهوائية. خاصكم ديما تفرقوا بين الرموز اللي كيكونوا وسط العلامة. كل نوع ديال الدراجات عنده الرمز الخاص به اللي كيحضروا، وبما أن هذا الرمز اللي عندنا فالجواب هو رقم 1. السياقة الاستباقية بوضع القدم اليمنى قبالة دواسة الحصر ممكن ينقص من وقت رد الفعل؟ نعم، الجواب رقم 1. لا، الجواب رقم 2. الجواب الصحيح هو رقم 1. السياقة الاستباقية كتعني أنني كنكون موجد راسي لأي خطر مفاجئ. ملي كنحط رجلي اليمنى قبالة دواسة الحصر يعني الفران بلا ما نورك عليه، كنكون مستعد باش نفراني في أي لحظة. وبما أن رجلي ديجا قريبة وموجودة حدا الفران، فراه وقت رد الفعل ديالي غينقص، حيت ما غنضيعش الوقت في تحرك رجلي من الكسيراتور للفران. السيارة كتستهلك الوقود كتر داخل المدينة، الجواب 1. خارج المدينة،
الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم واحد. السيارة ديما كتستهلك الوقود كتر داخل المدينة، والسبب هو أننا وسط الزحام كنبقاو غير نوقفوا ونزيدوا نوقفوا ونزيدوا، وهذا الشيء هو اللي كيطلع الكونسوماسيون ديال المازوت ولا ليسانس. عكس خارج المدينة، الطريق كتكون مسرحة والسرعة غادية منتظمة، تما كيكون الاستهلاك أقل. ونزيدكم معلومة، حتى المكيف الكليمة إلا خدمناه وسط المدينة فراه كيخلي الاستهلاك يرتفع كتر وكتر. يمكن لي نسير في الطريق السريع ب 120 كيلومتر في الساعة؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم جوج. خاصكم تفرقوا مزيان بين الطريق السريع وطريق السيار. ملي كنسمعوا الطريق السريع راه كنهضروا على طريق وطنية اللي السرعة فيها كتكون محدودة في 100 كيلومتر في الساعة فقط. أما 120 كيلومتر في الساعة فراه مسموح بها غير في طريق السيار لوطوروت بوحدها. وبما أننا في هذا السؤال كنهضروا على الطريق السريع فراه ما يمكنش لينا نوصلوا ل 120. في هذه الوضعية مسموح لي نوقف على اليمين ديال الطريق باش ناخذ معلومات من المارة. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم جوج. باش نوقف في جنب الطريق ونسول شي حد على معلومة ولا يرشدني لشي بلاصة، ضروري خاصني نكون في مكان مسموح فيه بالوقوف. إلا لاحظتوا في التصويرة، هذا الطريق راه ذات اتجاه واحد، ولكن على اليمين كاين واحد الخط أبيض متصل حدا الرصيف. هذا الخط المتصل كيمنع الوقوف والتوقف بمرة. داكشي علاش ممنوع عليا نوقف تما نهائيا، ولو غير لثواني قليلة باش نسول. شرب الأدوية كينقص من تأثير الكحول. صحيح الجواب واحد، خطأ الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم جوج. شرب الدواء ما كينقصش من مفعول الكحول نهائيا، بالعكس يقدر يزيد يدوخ السائق ويأثر على تركيزه كتر. وباش تعرفوا واحد المعلومة مهمة، كل كاس ديال الشراب كيبقى مأثر في الجسم لمدة 3 ديال السوايع، عاد كيبدا يحيد. أثناء السير نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم لازم ما تتجاوزش 0.02 ملغ الجواب واحد، 0.05 ملغ الجواب جوج، 0.10 ملغ الجواب ثلاثة. الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة. بالنسبة لنسبة الكحول في الهواء اللي كنخرجوا من الفم، القانون كيقول باللي ما خاصهاش توصل ل 0.10 ملغ في اللتر. إلا كانت النسبة هي 0 ولا 0.05 راه مسموح بالسياقة، ولكن غير كتوصل ل 0.10 ملغ تما كتولي مرتكب جنحة وكيتعاقب عليها القانون. إذن النسبة اللي لازم ما نوصلوش ليها هي 0.10 ملغ. الجواب الصحيح هو رقم 3. مستوى سائل التبريد في هذه السيارة كافي. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو رقم جوج.
إلا شفنا هاد القرعة ديال سائل التبريد غنلاحظوا باللي السائل هابط تحت من ديك الشرطة ديال المينيموم. القاعدة كتقول باللي السائل كيكون كافي غير إلا كان واصل ما بين الشرطة ديال المينيموم والشرطة ديال الماكسيموم، وبما أن السائل هنا نزل تحت من الحد الأدنى فراه ما كافيش وضروري خاصنا نزيدو سائل التبريد. في هذه الحالة نحافظ على السرعة، الجواب 1. نقوم بتخفيض السرعة، الجواب 2. نستعمل المنبه الصوتي، الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 2. في هذه الحالة عندنا حيوان كيقطع الطريق، في هذه الحالة الواجب عليا هو نقوم بتخفيض السرعة. وبالنسبة للمنبه الصوتي يعني الكلاكسون، عقلوا على هذه القاعدة مزيان، الحيوان والإنسان ما كنستعملوش عليهم المنبه الصوتي. علاش؟ حيت الا كلاكسونيتي على هذا الحيوان مثلا غتخلعو، ويقدر في عوض ما يهرب يدير شي رد فعل غريب اولا يجي يرجع لجهتك. ونفس الشيء بالنسبه للبنادم، الكلاكسون كيقدر يخلع الواحد ويخليه يرجع لوسط الطريق. اذا في هذا الموقف كنكتفيو فقط بنقصان السرعه. هاد العلامة كتعني ممنوع 70 متر، الجواب 1. ممنوع نتجاوز الحد الأقصى، الجواب 2. ممنوع نتجاوز الحد الأدنى، الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 3. هاد العلامة كتعني ممنوع نتجاوز الحد الأدنى ديال مسافة الأمان، بمعنى أن 70 متر هي أقل مسافة، الحد الأدنى اللي خاصني نخليها بيني وبين السيارة اللي قدامي، يعني ممنوع نخلي قل من 70 متر بيني وبينها. من بعد العلامة أنا مجبر نبقى غادي بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 2. هاد العلامة اللي كتشوفوا قدامكم سميتها نهاية السرعة الدنيا الإجبارية. قبل ما نلقاو هاد العلامة كان مفروض علينا ما نهبطوش على واحد السرعة محددة، في هاد الحالة 30. دابا ملي ولات فيها هاد الشرطة الحمراء يعني داك الإجبار ما بقاش. السؤال كيقول واش أنا مجبر نمشي ب60؟ الجواب هو لا، ما بقيتش مجبر. عندي الحق نمشي ب60، وكيف ما عندي الحق نهبط قل منها إلا بغيت، ما بقاش عندي حد أدنى مفروض عليا. كون قالوا لينا في السؤال واش يمكن ليا نمشي ب60 غنقولوا نعم، ولكن مجبر لا. الهاتف ديالي كيصوني، نوقف على اليمين باش نجاوب. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. الجواب الصحيح هو رقم 2. هنايا ردوا البال، هذا فخ. حنا دابا كاينين في طريق السيار لوطوريت، والقاعده كتقول باللي في لوطوروت ممنوع الوقوف وممنوع التوقف نهائيا. شريط التوقف الاستعجالي مديور غير للحالات الضروريه، بحال الا وقع لك عطب في الطوموبيل ولا كانت شي حاله صحيه مستعجله. اما باش توقف غير باش تجاوب على التليفون فهذه ماشي حاله استعجاليه وممنوع عليك توقف تما. هاد العلامه كتعلم على طريق ما مستوياش، الجواب 1. طريق فيها الماء، الجواب 2. تطاير الحصى، الجواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 2. هاد العلامة كتعلمنا باللي الطريق فيها الماء، يعني كاين خطر ديال رش الماء ملي كدوز الطوموبيل.
خاصنا نفرقوا بينها وبين العلامة ديال تطاير الحصى اللي كيكون فيها الحجر كيطير من تحت الرويضة. هذه اللي عندنا في السؤال باين فيها الرشان ديال الماء في الجناب. الجواب الصحيح هو رقم 2. كانت هذه هي السلسلة ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات السابقة باش ترسخوا المعلومات ديالكم، والله يوفقكم.